العمل السياسي الوازن فيفرزان منتوجا تنمويا رائدا ونموذجا منقطعا بمبادرة الملكية لتنمية أقاليم جهة الشرق التي كان قد أعلن عنها جلالة الملك نصره الله في خطابه التاريخي بوجدة يوم 18 مارس 2003، والتي جاءت والتجهيزات والمشاريع العملاقة التي غيرت وجه مدن وقرى الجهة، كما أن هذا الموضوع والإكراهات التي تواجه الإقلاع الاستثماري بالجهة. لهذا كان صائبا العنوان الذي اختارته الشبكة لموضوع هذه الندوة، وهو الاستثمار في جهة الشرق بين الفرص الواعدة والتحديات القائمة والرهانات المستقبلية. من الأساتذة والخبراء للبحث في هذا الموضوع بشكل أعمق لترفع خلاصاته في لقاء تواصلي ستنظمه مستقبلا التنسيق بلقاء بهدف استجماع الإكراهات التنموية والمعيقات الاستثمارية في المجال الترابي لإقليم وجدة عنباد حتى ترفع خلاصاته هو الآخر في اللقاء. سادة الضيوف الكرام، ومتمنياتي لكم ولأشغال ندوتكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والتفاعلية مع محيطها كمشتمل للأفكار والابتكار من خلال شبكة أساتذة الجامعيين لحزبية التجمع الوطني للأحرار. وكذلك الأرقام اللي خرجتهم بعض المؤسسات الوطنية حول جهة الشرق أنها جهة فعلا أنها تعاني من الاستثمار، أن المعدل ديال البطالة مرتفع، أنها جهة كذلك للساكنة ديالها نقصات، فالمشاكل هناك مشاكل تعاني منها جهة الشرق. فاخترنا هذا الموضوع المؤسسات الجهوية للشبكة، الحضور الكريم، أصدقاء الزملاء الأساتذة، كل اسمي وصفتي، سعيد بالوقوف معكم اليوم والمشاركة في هذا اللقاء. أود أولا أن نشكر السيد رئيس الشبكة والسيد المنسق الجهوي وكذلك السيد المنسق الإقليمي. أنا نقول غادي ندير واحد المبادرة و10% غيتباعوا. شحال من 10% تباعوا؟ وعرفتي شنو هو؟ أن هذه 10 فيها التخصصات كلها. وراه كل ما كاينش على شي ميدان ولا شي. اليوم هذا اللقاء مهم جدا اللي نظمته شبكة الأساتذة الجامعيين مع التنسيقية ديال حزب التجمع الوطني للأحرار لوجدة حول موضوع مهم جدا اللي كيهم جهة الشرق، وهو الاستثمار، الآليات والمعيقات، وكذلك ما هي الآفاق. كانت هناك عروض من طرف الأساتذة الأجلاء واللي أعطت يعني واحد تحليل مهم جدا فيما يخص يعني المحاور ديال التنمية، وفيما يخص الإمكانيات، وفيما يخص الدينامية اللي موجودة، ولكن كيفاش يمكن يكون التسريع ديالها، وشنو هي الآراء اللي غادي يمكننا يعني نقدموها كتوصيات لا فيما يخص يعني الجهات اللي كتقوم يعني بالمسؤوليه ديال التنميه ديال الجهه، ولكن خصوصا توصيات للحزب لاجل يعني تنزيل الاوراش، ولكن كذلك ما يخص الحكامه ديال تنزيل الاوراش وتنزيل التنميه الشامله في الجهه ديال الشرق. وطبعا في اطار يعني الجامعه عندها واحد الدور مهم جدا، وهذا كان كذلك محور ديال النقاش اللي خصها تنفتح على المحيط ديالها، والطاقات البشريه اللي موجوده عند الجامعه 1100 استاذ هي مهمه جدا في عده تخصصات، واللي خاصها تنخرط في المشاريع وفي الاوراش اللي كتنزل عبر يعني الطلبه وعبر كذلك البحوث ديال الاساتذه. وهذا الشيء كيقتضي باش تكون هناك واحد العلاقه، واحد الانترفاس بين الجامعه وبين المجلس الجهه وبين القطاعات كذلك
في هذه الجهه باش يكون تشجيع ديال الاساتذه ويكون عندهم امكانيات باش يمكن لهم يعملوا العمل ديالهم ويكون عندهم يخرجوا الخبره ديالهم لاجل المواكبه ديال المشاريع والمساهمه في النجاح ديالها. علاء الدين بركاوي، استاذ بجامعه محمد الاول ونائب رئيس مجلس جهه الشرق. إذن كان لنا الشرف اليوم في المشاركه في هذا اللقاء الخاص بشبكه الاساتذه الجامعيين لحزب التجمع الوطني الأحرار. لقاء كان ناجح بامتياز، حيث عرف يعني مشاركة عدد مهم من الأساتذة الجامعيين المنتمين لجامعة محمد الأول. موضوع اللقاء كان يتمحور حول الاستثمارات والآفاق الواعدة للجهة. كانت تدخلات السادة الأساتذة يعني أعطت واحد الوضعية الراهنة والامكانيات والمقومات اللي كاينه عند الجهه وافاق الاستثمار بالجهه. فنشكر جميع الاساتذه اللي شاركوا في هذا اللقاء. نشكروا بالخصوص سيد رئيس الشبكه السي الصديقي، والسيد المنسق الجهوي السي صغير ياسين رئيس جامعه محمد الاول، وكذلك سيد المنسق الاقليمي سي محمد غوار على تنظيم هذا اللقاء وعلى اختيار هذا الموضوع المهم جدا بالنسبه لجهه الشرق. على بالنسبه لهذيك الكلمه اللي في 15% بالنسبه للمستثمرين باش انهم يعني من بين النقاط اللي طرناهم خلال هذا اللقاء هو الميثاق الجديد للاستثمار، وكان مجموعه من يعني الامتيازات اللي جا بها هذا الميثاق فيما يخص التحفيزات المجاليه. على سبيل المثال كاين واحد يعني المنحه مجاليه تمنح للستة الاقاليم في جهه الشرق بقيمه حوالي 15% من قيمه المشروع، وهذا كيبرز الدور اللي كتعطيه الحكومه من اجل اعطاء واحد العداله مجاليه ودعم الاستثمار بجميع اقاليم المملكه وجميع جهات المملكه. هذا يعني هذا الدعم اللي تكلمت عليه هو دعم اللي كتعطيه يعني الوزاره من خلال كما قلت الميثاق الجديد للاستثمار، اضافه الى مجموعه اخرى من الحوافز. هذا الدعم بطبيعه الحال ممكن تكميله بالدعم الخاص بصندوق دعم الاستثمار من الجهه، واللي بطبيعه الحال كيعطي كذلك امتيازات اخرى ومنح تحسب بطبيعه الحال يعني شحال ما كان المستثمر غادي يشغل عدد مهم، غادي يخلق عدد مهم من مناصب الشغل، شحال ما كانت المنحه مهمه. الأستاذ ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول، وكذلك المنسق الجهوي لشبكة الأساتذة الجامعيين التجمعيين لحزب التجمع الوطني الأحرار بجهة الشرق. فاليوم شبكة الأساتذة التجمعيين الجامعيين اليوم كان اللقاء رقم 3 اللي عرفته الجهة واللي عملته الشبكة. واليوم كان موضوع نقاش وهو الاستثمار في جهة الشرق بين الفرص الواعدة والتحديات القائمة والرهانات المستقبلية. وكان يعني حضور كثيف ديال السادة الأساتذة اللي كان جد مهم، وكان هناك يعني مداخلات حول هذا الموضوع من طرف الأساتذة، وكان نقاش وكانت مقترحات، لأن كما يعلم الجميع أن هذه الشبكة ديال الأساتذة الجامعيين فهي من أقوى الشبكات اللي فيها تبارك الله خبراء في جميع الميادين، وخاصة في يعني في التدبير، في الاقتصاد، في القانون، وكذلك في مجالات أخرى. إذن فهذه الشبكة يعني أنها كتلعب الدور ديالها يعني كمحرك للأفكار، كمحرك كذلك لاستراتيجيات، وكذلك لمقترحات التي يعني سترفع إلى رئاسة الحكومة. وكذلك كان هناك نقاش جد مهم حول يعني العمل الحكومي وحول النجاحات اللي عرفتها هذه الحكومة التي يترأسها السيد الرئيس عزيز أخنوش، اللي كترأسها حزب التجمع الوطني الأحرار، اللي يعني رغم أن الظروف رغم الأزمات
رغم ان يعني ماشي ازمه واحده ولكن ازمات، عده ازمات اللي جات فيهم هذه الحكومه، وكانت هناك تحديات، كانت رفع ديال جميع التحديات، وفتحات عده اوراش استثماريه وعده اوراش اجتماعيه، يعني عده اوراش فتحتهم ونجحت فيهم. وهذا العمل الحكومي منسجم وعرف نجاحات كثيره هذه المده ديال هذه 3 سنوات. وهذا كذلك كان نقاش من طرف الساده الاساتذه ديال الشبكه، وهناك بعد يعني قدموا اقتراحات كيف يمكن لجهه الشرق ان تكون جهه متقدمه، جهه لتجلب الاستثمار، وخاصه ان هناك يعني ميثاق الاستثمار اللي الان حيز التنفيذ اللي دارته هذه الحكومه برئاسه السيد رئيس الحكومه السيد عزيز اخنوش، ميثاق الاستثمار، وجهه الشرق ما بين الجهات اللي يعني كتستافد من هذا الميثاق الاستثمار، خاصه مدينه وجده اللي كالاستفاده كتمشي حتى ل 15%. يعني ان جهه الشرق ما بين الجهات التي يعني جاء ميثاق الاستثمار واعطاها اولويه. اذا فيجب يعني ان نعمل يدا ليد اساتذه والمنتخبون كذلك لاخراج هذه الجهه من هذه الازمات التي تعرفها بافكار. وشكرا. ما تنسوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.